السلام عليكم، ازيك يا باشمهندس؟ ايه الاخبار؟ بص، خليني اشرح لحضرتك الفكره التانية او التصور التاني اللي ممكن نعمله في الريسبشن. هيبقى عندي بالشكل ده. او دخلنا الريسبشن بتاعنا هنشوف عندي هنا 2 كنبه اهم بالشكل ده. دول الاتنين كنبه الكحلي اهم، 1 2. ودي واحده من ال3 كنبات الكحلي اللي جنب بعض. احنا هنا زي ما حضرتك شايف احنا قفلنا الجنب بتاع المطبخ، وجينا هنا عملنا فاصل شاشة بالشكل ده. ممكن تكون شاشة دوارة تلف للسفرة وتبقى عند الجزء بتاع القعدة ده. لو جينا دخلنا شوية هنلاقي السفرة بتاعتنا عندنا هنا اهي 8 كراسي. وعندي هنا الجزء ده الكنبة التانية والكنبة التالتة. هما عندي 3 كنبات جنب بعض. هما دول ال3 كنبات الكحلي. اوكي. عندي هنا ده الفوتيه الكحلي برضه اللي مع الانتريه الكحلي اللي هو بدوران. ده طبعا مكان التكييف اهو. ولو جينا هنا بصينا في الجزء ده بالشكل ده كده هنلاقي عندي الشوفونيرة هنا وجنبها النيش. طبعا بما ان برضه المكان ده غير مستغل، فدي يعني مجرد فكرة تانية ممكن ان شاء الله يعني تعجبكم. هما دول ده الديزاين التاني، بحيث ان احنا كده بقى عندنا 2 ديزاين نقدر نختار ما بينهم التفصيلة بتاعة الريسبشن بتاعتنا اهو. هبقى قاعد هنا كده شايف الشاشة بالشكل ده، وهبقى شايف باقي الريسبشن بالشكل ده. طبعا انا عارف ان هي السفرة بعيد شوية عن المطبخ، بس هي مش مشكلة. انا برضو بالنمط ده يعني او بالشكل ده فاصل الجزء الكلاسيك اللي هو السفرة والشوفونيرة والنيش. فاصل الجزء الكلاسيك عن الجزء المودرن اللي احنا هنفرشه قبل المكتبة. لو جينا دخلنا هنا بقى سريعا كده في المطبخ هنلاقي ان احنا المطبخ قفلناه من الجزء ده كده، بس احنا فتحناه من عند الطرقة ودخلنا رصينا الأجهزة الكهربائية بتاعتنا بالشكل ده اهو. طبعا انا لسه هكمل لحضرتك الوحدات العلوية، ولكن بس احنا بنبص على تحت دلوقتي. هنرص ايه؟ عندي التلاجة هنا جنبها ديب فريزر. طبعا هنا عندي الحوض وغسالة الأطباق، وهنا البوتاجاز بتاعي هيبقى عندي الشكل ده كده اهو. لو جينا نشوف المقترح التاني للحمام، يعني هو ده تخيلي للديزاين المهندسة كانت عاملاه آه، اهو بالشكل ده. يعني لما هدخل هلاقي في هنا الغسالة أو الدراير مساحته هنا 93 سنتي. يعني هي الغسالة لوحدها هتلاقيها 60 وبنسيب لها 5 سنتي تهوية، والباقي هيبقى وحدات تخزين. وعندي حوض هنا مساحته 80 سنتي. طبعا جينا هنا هيبقى في الوش طبعا القعدة، وفي الجزء ده الشاور. شوف لو هو ده التعديل المناسب لحضرتك اوكي انا معاك يعني. هو بس الموضوع كله ان احنا مش عايزين نحط القعدة مينفعش نحط القعدة بتاعة الحمام في وش الباب على طول. يفضل ان هو الحوض يعني يكون في وش الباب احسن يعني. فشوف حضرتك التقسيمة دي وقول لي ايه رأيك. بالنسبة لباقي الشقة طبعا كل حاجة على وضعها. من الديزاين اللي فات مفيش حاجة اتغيرت في غرف النوم أو الأطفال. بس إن احنا شلنا الكومودينو، بقى في كومودينو واحد زي ما حضرتك قلت أهو بالشكل ده. وضفنا 2 مكتب في كل غرفة. وده طبعا شكل المطبخ والريسبشن. ده المقترح التاني للديزاين، إن شاء الله يعجبكم، ويبقى كده معانا 2 نقدر نختار ما بينهم. بالتوفيق إن شاء الله.